أبو عبد الله الزبيدي. الزبيدي من يا فرع من الزبيدة؟ بس أعرف من الزبيدي. من الزبيدة قبل. أنت مصلاوي أصل؟ مصلاوي قروي. من يا قرية؟ من الكوير. من الكوير. شو وقت جيت للموصل؟ زمان من السبعينات. من السبعينات. شنو كان شغلك قبل دخول داعش للموصل؟ صب كاش. كاش. وظيفة حكومية ما عندك؟ نعم كنت قاعد. تقاعد مع شنو؟ مع الجيش. جيش سابق. شنو ضابط؟ رئيس عرب. رئيس عرفات. جيش عادي حرس؟ عادي. رئيس عرفات. يا وحدة يا لواء شرفية؟ 431. 431. وتقاعدت من عنده مباشرة. متزوج؟ متزوج. أولاد؟ 3 أولاد. قد أعمارهم؟ واحد ماي. إيه. واحد ماي. 98. بنية. بنات 2. بنية متزوجة وبنية صغيرة. شو كنت بايعت داعش؟ أنت داعش بايع داعش وقاعدة؟ لا داعش. يعني بالقاعدة ما شفتوا وياهم؟ لا. شنو كانت صيغة البيعة؟ هي لازم يبايعون على الصنع والطاعة. ايه. انت شلون رددتها امامهم؟ بايع ابو بكر البغدادي على السمع والطاعة والمنشد والمكره. شنو كان وظيفتك بداعش؟ باب المستشفى. حرس. فقط. شو كانوا ينطوك؟ 350 بالشهر، كفارة مات. ايه 350. وبقيت وياهم؟ بقيت وياهم. من السقوط إلى أن؟ لا قبل سنة ونص انضربت. طيارة ضربتني من المستشفى وقعدت فيها. قعدت في البيت؟ ايه. تستلم الكفالة من سند البيت؟ لا ما ينطوك؟ بطلت ثاني ما أدري. يعني اللي ينضرب عادة ينطونه كفالة ويتواصلون وياه. لا أنا قلت له مالي داخل. بطلت اسم ذاته. ايه بطلت. بس هو اللي يبطل عادة من عندهم ما يعرفون بحاله. ايه مو أنا كنا كبير ومضروب. يعني أنت بالمستشفى وجهت الطيارة ضربت المستشفى. ما كان طالع واجب عملية. لا غزوة. لا هيك. ضربت المستشفى، يا مستشفى. لا ضربت واحد مستهدف. ايه يا هو هذا المستهدف. اجى هذا المستهدف اجى باب المستشفى. باب المستشفى مو بس انا سواق تاكسيات وعالم. فضربه سيارته. انضربت. هو انشتل ولا ما انشتل؟ هذا المستهدف. ما انشتل. ما انشتل. بس انت صوبت من جماعه؟ اني باقيين. العالم الاخرين سواق. زين انت من بايع داعش شو كان فكرك مثلا يعني؟ والله ما اعرف شنو كانت التفكير، بس هم قالوا دولة اسلامية وبعد ما حد طلع من الموصل. كدولة اسلامية احنا مثلا شنو كفر؟ يعني انت بالجيش. انت بالجيش مشيت بالجيش رئيس عرفات. ما كان وياكم بالعمارة، ما كان وياكم ببغداد، ما كان وياكم الجيل اللي كانوا وياك كانوا كفر منهم مرتدين وهم مسلمين. لا انت صحفك منهم. انت مشيت بالجيش ومختلط مع مختلف محافظات العراق. شو تشوفهم يعني كانوا ملحدين؟ والله لا ايش وقت صدام ايه الشام. ايش عجب يعني من اجوا وقالوا دولة اسلامية انت بايعتهم، كنت مو مسلم. يا من ولدك ودواعش؟ بس من اخوانك؟ واحد ومسجون. واحد ولا كم يوم كان عندنا شلون معاملتنا شلون يسوونه حيل زينه والله وكل من يسمع صوتي اللي عنده غيره يلبس سلاحه ويجي على الحكومه. قد صار لك الشباب هنا وش تكون؟ تقريبا صار لي 8 ايام. هم كنت تتوقع هاي المعاملة من عندهم؟ لا والله شنو تتوقع؟ معاملة احنا طيبة. نقول له عمي ونقول له ابوي. معاملة طيبة وما خلى شيء نقص علينا. انت اليوم الصبح من طلعت تريق قلت له لا. تريق. انت تريق انا ما متريق. طلعت للقتال بدون ريق، وانت ريقوك يلا طلعوك، مو صحيح؟ بمنطقتكم تبيها منطقة بالأصل بالموصل؟ انتصار. بالانتصار. انتصار ما ذاك الجانب؟ الجانب ليس. تجابك هنا. واني طلع من صار التعرض على ذاك الجانب تحولنا.
شاذا انت مصاب وتارك داعش والقوات الامنيه دخلت وحررت الجانب الايسر. ليش عبرت الجانب الايسر؟ ما يخلون احد اللي يصل يعبر يروح الجيش يذبحوه. الناس احنا بقت هناك عندنا بقوا بالالاف بالانتصار وبسومر وبالكفاءات وبالماليه وبالقادسيه كلهم بقوا. انت ايش عجب عبرت؟ والله اني خليه تكمل مشوارك. لا والله انا عبرت عبرت لوحدك. عايتك وين؟ عايتي بذاك الجانب. ايش عجب ما جبروك ان تعبر عائلتك، ليش عبرت بوحدك؟ قال تريدنا تعال ما يعني تريدنا. اي تريدنا تعال، شوف هنا الحشايه تريدنا تعال، ما تريدنا ضل. والله ما تحملت وقلت والله لا اروح لا ممكن لا اعرف زحف على يدي ورجلي الا صلي الجيش. وصلت. يعني انت سلمت؟ طلعوني عوائل قالوا اقرا سنقة 8 دافع. انت جيت سلمت نفسك. انت من طلعت ويا العوائل وياك عائلتك ولا لا؟ لا. عائلتك بجنب ليس الباقي. وزين وحده. وكان بلين انه طلع هو ويا العوائل وطلع. واكثر وبعد واحد يا طباخ والثاني والثالث. ما شاء الله. ليش انت اخذت تقاعد؟ 900. وهم سالتوك 350. ايش قد بقى مستمر التقاعد مالتك؟ ما انقطع. الرعاية الاجتماعية تكون مطلقة أو أرملة أو كبيرة بالسن وعندها 7 أو 8 أطفال معوقين، ما يعطونها 150 و 130 كل شهر ما 3 وشلون قلب ورايحة وجاية ومعاملات وتاكسيات، وتقاعدهم مستمر حتى وهم ويا داعش. تقاعدهم مستمر ويقول لك مهمشين. عم احنا المهمشين مو انتم، يقول لك العباس احنا المهمشين. يعني تاخذ تقاعد 900 ومنضم داعش وتشتغل ضد الحكومه والحكومه تدي لك تقاعد. بس انا لحد الان دايس بهاي السالفه. الموصل ساقطه بالداعش. المتقاعدين يستلمون رواتبهم. الموظفين يستلمون رواتبهم. منين وشلون؟ يعني هالفلوس اللي تجي من بغداد يا جهه تستلمها هاي دايس بيها، ويا جهه جاي توزعها ويا جهه المنسقه ويا الحكومه. مع العلم انه داعش تاخذ نسبه 5% من قد تاخذ كان المتقاعد مالك؟ هو بالمكتب هو يقطع من يمه. مو بس كل العالم. شاركت بغزوات مثل ما صرنا؟ زين منطقتك بالانتصار مين كانوا من رؤوس الدواعش الكبار؟ والله انا ما اعرف بالاسماء. انا كنت بالمستشفى اكتب واجبي واروح. بس شنو كان سلاحك؟ من قيصي. زين بمنطقتك ماكو وياك 3 4 2 1 من الدواعش اللي يشتغلوا؟ بس انت بوحدك يعني؟ عندك صديق، عندك عرف كان وياك؟ بس انت هاي الانتصار كله. يعني لا من منطقتي يعني تعرف فرحنا هاي. بس انت عائلتك خابرهم جيت انا بالجانب الايمن؟ يجيك طارش منهم شيء تقدم خبر؟ هسه هناك بالانتصار باقي. شنو تسمع سيارات مفخخه تنفجر ببغداد، اغتيالات ببغداد، قتل ببغداد، شو تسمع؟ وتعرف من اللي وراها، من اللي يفجرها؟ من؟ يقولون المهاجرين والرجال هاي شغلتهم. وبعدين تجي الطياره تاخذهم. بس احنا عوفنا من الطياره، احنا ذول اللي يفجرون، هم غير جماعتكم؟ قلت لك انا بالمستشفى. لا انت شلون انت قاعد تشتغل ويا داعش وداعش جاي يتفجر؟ ما يشتون لحم ما يشتون ما يكون وراضي. رئيس عرفاء راتبه 900 متقاعد ويشتغل مع داعش.